أهلا بيكم. سحور رمضان ما يحلاش من غير الفول، ويكون بالطحينة والزيت الحار مع عصرة الليمون. عشان كده الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل فيه الفول مع بعض في البيت. ويلا بينا على الفيديو عشان نشوف الطريقة. ده كان حوالي نص كيلو من الفول الصحيح، ومع كمان فول مدشوش. الفول المدشوش كان حوالي من 4 ل5 معالق كبيرة، أو حوالي ربع كيلو من الفول، يعني حاجة بسيطة من الفول مش كتير. وبننقعهم الاتنين مع بعض وبنغسلهم حلوة قوي قبل النقع. بيتنقع الفول من بالليل لتاني يوم لحد التسوية، او 6 ساعات، واقل حاجة لو انتي مستعجلة بتكون ساعتين، ما تقلش عن كده، علشان خاطر بس الغازات اللي بتكون موجودة فيها واللي بتتعب القولون، وكمان عشان ينفش معانا كويس وما ياخدش وقت طويل في التسوية. وبنغير المية فيه لو هو قاعد مدة طويلة زي من بالليل لتاني يوم، علشان بس كمية الغازات اللي بتطلع منها ديت نتخلص منها. دلوقتي خلاص هنبتدي ان احنا نجهز الفول. انا كده صفيت المية اللي كانت موجودة فيه، وهحط عليه كمان حوالي 3 معالق من العدس. العدس مغسول بس مش منقوع. وكمان معايا 3 معالق من الرز. العدس هيديله اللون الحلو قوي، زي لون الكهرمان كده، والرز لما يبتدي ان هو يستوي وينفش فيه بيبتدي ان هو يتقله كمان معانا، ومش هنحتاج لنشا زي ما المطاعم بتحط فيه. ديت بصلة، ويفضل ان هي تكون حمرا برضه عشان تديها لون. وقطعة من الشطة، وكمان ليمونة. والليمونة ديت عشان برضه ما يسودش معانا الفول في التسوية. وطماطماية، ومعايا كمان الكركم والبابريكا. دي كده بس المكونات اللي احنا بنحطها على الفول. وبنقلب كل المكونات كده وبنحط عليه مية سخنة، واهم حاجة ان المية السخنة، إن قصدي ان المية تكون سخنة ما تكونش باردة، علشان ما يقعدش مدة طويلة على النار، وكمان ما يسودش معانا وما ياخدش وقت طويل في التسوية. انا هنا عشان هستخدم الغطا السنكرو او غطا الضغط، فمش هزود مية اكتر من كده. بقيد النار على العالي. ولازم تكون على شعلة صغيرة، سواء انت هتعمليه في دماسة، او ان انت هتعمليه في حلة، او ان انت هتعمليه في اي حاجة. المهم ان هو يكون على اصغر عين عندك موجودة، ان احنا محتاجين ان هو يستوي على النار الهادية. انا حطيت الغطا بتاعي، واول ما ابتدى ان هو يترفع الزرار وطيت عليه وسبته بالظبط 35 دقيقة. انت لو هتعمليه في حلة الضغط عندك، تحسبي ممكن من 45 دقيقة لما فوق، حسب القناة عندك. هنا بعد ما استوى خالص والزرار بتاعه نزل، ابتدت خلاص شايفين ان هي استوى، ده يعني يعتبر داب. هنا اخد بالظبط 35 دقيقة. شايفين كل المكونات بقت دايبة خالص، حتى الفول اختفى تماما. ابتدي ارفعه من على النار. انا بحب بصراحة ان انا اضربه، فممكن ان انتوا تسيبوه كده لو انتوا بتحبوا الفول ان هو يكون مهروس بشوكة مش مضروب. انا بحب ان هو يكون كريمي بالشكل ده كده بصراحة. نقدر ان احنا نشيله في الفريزر، بس لازم يكون بارد تماما. شايفين الكثافة بتاعته والسمك بتاعه. ده بقى لو هو تقيل كده، لما بنيجي يتسخن بنزوده شوية مية، فيبتدي يدينا صوص، ويبتدي يدينا كمية كمان معانا، يعني الكمية ديت ممكن ان هي تتضاعف كمان ساعة التسخين. نبتدي ان احنا دلوقتي نجهز الفول. زي ما قلنا الفول يتحط في الفريزر لما يبرد خالص، بيتوزع على اكياس. وقبل الفطار بيطلع الكيس من الفريزر، وبيتساب لحد وقت السحور، بيبتدي ان هو يفك معانا خالص، ونجهزه زي ما احنا عايزين. انا بس هنعمله بالطريقة البسيطة النهاردة. يا دوبك حطيت الفول وحطيت عليه الطحينة مع الملح والكمون وشوية شطة لو حابين. احنا عشان كنا لسه مش في رمضان فحطيت شوية شطة، لكن لو احنا في رمضان نقدر نستنى عن الشطة عشان السحور. ونقلب كل المكونات ديت مع بعض مع الليمون. نص ليمونة كده او اكتر، انا بحب عليه الليمون كتير بصراحة، بيقلب طعمه جدا. بنقلب حلو كده علشان يتشرب من الليمون.
مع رشة طحينة كده في الآخر. ممكن تعملوا الطحينة دي تخففوها وتحطوا عليها برضو ليمون وكمون وزيت وحاجات من كده، وممكن انتوا تحطوها خام حسب زي ما انتوا عايزينه، حسب الذوق بتاعكم. ورشة الزيت الحار، الله عليه. وزيت زيتون كمان لو انتوا عندكم، او الزيت العادي، وده برضو حسب الذوق بتاعكم. بس لو في زيت حار يبقى كده مزاج المزاج بصراحة. مع اللقمة ودن القطة يبقى كده أحلى سحور. مع شوية مخلل بقى، ويا سلام لو مخلل لفت. هنا بزود عصير الليمون عشان بقول فعلا بحب الليمون كتير عليه. أحلى سحور وبالهنا والشفا. أتمنى إن الفيديو يكون عاجبكم ويكون لذيذ بالنسبة لكم، إن انتوا تجربوه في رمضان وتقولوا لي ايه رأيكم فيه. وكل سنة وانتوا طيبين، وربنا يجعل الأيام اللي جاية خير عليكم جميعا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير. شكرا ليكم وشكرا للمشاهدة، وفي انتظار تعليقاتكم الجميلة، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.